السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه ابقوا فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. النهارده هنعمل البفتيك. بصوا هو خارج من القلي تقريبا بتاع 20 ثانيه كده بس عشان اعرف امسكه، عماله اقلب فيه يمين وشمال والقشره ماسكه فيه حلفه ما هتسيبه. بسم الله ونبتدي المقادير عشان نعرف ازاي كده. بنجيب نص بفتيك من عند الجزار، انا مش بدقه ولا باجي جنبه تماما، هو اصلا عامله حتت بس اللي مليانه كده بيبقى فيها حاجه تخينه، بروح انا ايه دق عليها. بنجيب التتبيله بتاعتي عباره عن ربع كوبايه من ميه البصل، معلقه كبيره من الخل وعصير ليمونه ومعلقه كبيره من المستردة اختياري، ما بحطش ملح ولا اي حاجه عشان الملح ما يقعدش جوه البفتيك واللحمه ويأخر لي السوا بتاعها. المهم بناخد البفتيك بتاعنا وبنحطه في التتبيله دي اقل حاجه 6 ساعات، معاكم من 6 ساعات لليله كامله. طبعا كل ما بيقعد في التتبيله كل ما بيدي طعم حلو والسوا بتاعه بيطلع احلى بكتير. خلاص حطيناه في التتبيله وغطيناه طبعا بقى باسترتش لو البوله عندكم ليها غطا زي ما انتم عايزين. تاني يوم هبتدي اخرجه وهصفيه من الميه بتاعته، واسيب بقى الميه دي ما برميهاش، لا الميه دي بحط عليها حوالي معلقتين كبار من الدقيق واقلبهم عليها كده كويس، واحط عليها نص معلقه صغيره من الملح ورشه من الفلفل الاسود. بصوا القوام بتاعها بيبقى عامل ازاي، بتنزل لكن ماسكه في المعلقه، يبقى كده هو تمام، لا هو خفيف ولا هو تقيل. خلي بالكم، اولا انا بوفر في حته ان هقعد بقى من دقيق واحط في لبن لا، هتسيلوها بقى بشويه ايه، ممكن تحطوا ربع كوبايه من اللبن او الميه اختياري عشان تعوض الالياف. انا بقى بجيب كوبايه البقسماط، بحط على كوبايه البقسماط دي معلقتين كبار من الدقيق ومعلقه كبيره من النشا، مش عشان يبقى مقرمش لا، الدقيق والنشا اولا مش هيأخروا لي ان اللون يتاخد بسرعه فما يطلعش غامق، ثانيا هيخلي البفتيك ياخد شويه وقت في الزيت فيطلع السوا بتاعه مظبوط. بناخد قطعه البفتيك وبننزلها في الخليط السائل ده وبنصفيها كويس جدا من اي زيادات موجوده اهو. بعد كده هنحطها في الخليط الجاف بتاعنا اللي هو البقسماط. شايفين بطبطب، يعني لما بنزل في البقسماط كده ما بضغطش بايدي، لا طبطبه. ليه بنعمل الطبطبه دي؟ علشان انا لما هقلبه الناحيه التانية اتاكد كده ان هو كله اتغلف خلاص بالبقسماط بتاعي، وبعد كده اروح ماسكه بقى. بصوا شايفين خلاص انا كده اتاكدت، ربنا كرمنا وايدينا فيها صحه، نضغط ضغطه جامده جامده جامده، نقعدوا تضغطوا وتدبوا كده علشان ايه، اولا تفردوه اكتر، ثانيا تتاكدوا ان البقسماط ماسك فيه. طيب ايديا عندي فيها مشكلة ولا حاجة، او انا برضه مش واثق قوي ان ممكن ابقى عاملاه كده اهو، بنجيب بقى ايه، بنجيب النشابة بتاعتنا ونضغط عليها رايح جاي رايح جاي، اضغطوا خدوا راحتكم على الاخر. ما عندكمش نشابة، كوباية الشوب بتاعت المية دي برضه حطوها كده اهو رايح جاي عشان تبقى قطعة اللحمة كلها قد بعضها والبقسماط مسك في البفتيك بتاعنا. لما بنيجي نحطه يا جماعة في طبق، طبعا احنا هنحط كمية على بعضها في طبق، بنحط ما بين كل واحدة وواحدة لازم شوية البقسماط اللي انتم شايفينهم دول. ليه؟ احنا هنشيله في التلاجة او هنشيله في الفريزر، الكمية اللي احنا حطيناها دي البفتيك هيشربها، هتيجوا تحطوه تلاقوه عامل زي مبلول ومتحروق. هو بقى لما هيشرب هيبقى عليه كمية البقسماط الزيادة، هياخد كميته وهيسيب الباقي، هتفرق معاكم جدا. بنحط شوية البقسماط وبنفضل ايه كده، طبقة طبقة طبقة، وقبل ما نقلي بقى بننفض كويس جدا وبنشيل الزوايد. هنشيله بقى لو احنا هنقليه حالا، يعني احنا قدامنا مثلا بتاع 10 دقايق ربع ساعة ندخل على الفريزر على طول. لا عملنا مثلا الصبح وهناخده على الغدا مثلا، والغدا لسه قدامنا فيه ساعتين 3، حطه في التلاجة او نحطه في الفريزر ونخليه برضه كله ما بينه كده طبقات ما بين البقسماط، ونشيله وقت ما نيجي نستخدمه. انا كده قلت لكم على كل الطرق اللي ممكن تقلوه بيها. نيجي بقى ايه، خلاص ساعة القلي زيت غزير مش غزير قوي، بصوا اللي هو يا دوبك مغطي حتة البفتيكة، بيبقى سخن وسخن جدا اهو زي ما انتم شايفين. اول ما بتحطوه كده بنخلين النار على متوسط، ما بنجيش جنبه خالص، بنسيبه. وانا بفضل ان احنا نحط قطعه بفتكه واحده بس في الطاسه، اول ما هنلاقيه قب كده لفوق زي ما انتم شايفين يبقى هو كده تمام جدا. نجيب المسك بتاعنا ونقلبه على الناحيه التانية، ما تعدوش عن 30-35 ثانيه بالظبط وتقلبوه وتطلعوه كده زي الفل. انا عماله احرك لكم فيه اهو، هو كان لسه خارج من الطاسه ما كملش 20 ثانيه، عماله احرك لكم فيه اهو زي ما قلت لكم، حالف مش هيسيب البفتيك. كده انا اديتكم يعني ابسط طريقه لاضمن طريقه. تخيلين. اشوفكم في فيديو تاني، سلام.